في نفس الوقت ان الزمالك رايح لاعب الزمالك السابق البولندي كونراد مشلاك ليه فلوس عند النادي الزمالك دي تقريبا 800,000 دولار. ونادي الزمالك بعد ما مشلاك راح للمحكمة الدولية وعمل شكوى في نادي الزمالك، نادي الزمالك راحوا للاعب، هم اللي راحوا للاعب عشان يتفاوضوا دلوقتي على تقسيط المبلغ ال 800,000 دولار على 4 أقساط. بس اللاعب رفض التفاوض دوت وقال لهم انا عايز المبلغ بالكامل لان انا بصراحه كده مش هوصل فيه. ايه اللي وصل نادي الزمالك ان هي تروح تتحايل على لعيب؟ ان من الاول ان ما كانش فيه التزام، مفيش وفاء بالدين ولا العقود، فطبيعي ان يبقى في شك بين دلوقتي الطرفين. كونراد مشلاك قفل القصه بتاعت التفاوض مع نادي الزمالك وقال لهم انا عايز المبلغ بالكامل ولا مجال لتقسيط المبلغ، وهاخد فلوسي